و ونحن كأمة بطبيعة الحال دول الجوار أكثر، ونحن كأمة جميعا نتحمل مسؤوليتنا في هذا الأمر، ودولتنا كذلك نظرا لمكانتها يعني هذا ماشي سهل. المغرب راه ما عمره ما كان في التاريخ منذ المولى إدريس اليوم عمره ما كان يعني جزء من الأمة الإسلامية عادي، لا، احنا كنا دائما دولة مستقلة، وكنا دائما عندنا مواقف مشرفة، وكنا دائما سباقين يعني إلى ما يجب أن يكون، حتى وإن كانت بعض هذه المواقف ترجع علينا بهزائم إلى آخره، ولكن الحمد لله ما كان من الأمور المشرفة، وما كان من الأمور يعني إذا شئنا أن نقول الانتصارات إلى آخره كان. وأنا أعتقد وأقول هذا الكلام أن الذي حمى الإسلام فيما يسمى بالمغرب العربي، يعني بشمال إفريقيا وفي إفريقيا وحتى في الشرق، هو المغرب. لأنه لو قدر الله أنه دخل الصليبيون يعني إلى المغرب واحتلوه، يعني ربما كانت الموجة لن تتوقف إلا عند حدود يعني الديار المقدسة. فلنقلها ولله الحمد أن بلدنا بلد مشرف ولا يليق به إلا الشرف. لكن هذا الرجل يتحدث عن أن خطة الرئيس الأمريكي يعني جارية بطبيعة الحال، بلا ما نتكلموا على واحد النوع ديال التبيعات ديال واحد ما بغيتش نقول وزير، كنت نقول غير واحد المغربي على كل حال، يعني استغل كلمة قلتها لكي يحرض علي النيابة العامة، وربما يعني فوق ذلك يحرض علي يعني الرئاسة الأمريكية، وهو بهذا لم ينتبه المسكين، لأنه في الحقيقة يبدو أنه لا يفقه شيئا في السياسة، أنه يقوم بإشهار يعني مجاني لصالح عبد الإله بن كير. ولكن هذا غير، أنا هذه القضية مش نعطيها أهمية كبيرة إلى آخره. فالمهم عندنا معشر الإخوة الكرام أنه هذا الرجل يتحدث عن أن مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة يعني آخذ طريقه، هذا هو. تيقول هذا الشيء غادي يجي تدريجيا، وقال حسب رأيه هو مقتنع أن هذا المؤتمر سيكون لتسكين يعني موجة الغضب التي اجتاحت الأمة العربية والإسلامية، وأنه بعد ذلك ستأتي الأمور تدريجيا يعني بالآلاف بعشرة الآلاف. بدينا دابا ب2000 طفل يعني أردني. من الذي منع أن هذا 2000 طفل أردني يعني يستقبلون فيما سبق؟ من الذي منع؟ لو هو يعيب وعن حق وعن صواب أنه يعني في جميع الأحوال كان يجب ويجب أن تفتح أبواب، على الأقل إذا كانت بطبيعة الحال ما يسمى بإسرائيل تم يعني هو يتكلم بواحد الكلمة فرنسية يقول بوكل هي ماشي الإغلاق هي فيرمي، ولكن بوكل هي بيغ ما عرفتش كيفاش نقول بوكل. إلا شي واحد من الإخوان يعني يستطيع يقول هذا غزة كسجن على هذا المليونين من الناس إلى آخره.